اول اغنيه فيديو كليب عملت ضجه جامده بتاعت عمرو دياب، ما بلاش نتكلم في الماضي. تمام. كان فيها جراموفون، هو متصور في كورنر جنب منه كان ده من عندنا. عاوز اقول لك ان ام كلثوم هي اول شخص في العالم واخر شخص يطلع جواز سفر بنضاره شمس مثلا. عاوز تسمع قديم جديد كبداية. لو بتحب المزيكا والحياة بتاعت زمان خليك معانا اتفرج على الحلقة دي عشان تعرف كل أسرار وكواليس المزيكا في محل مزيكة زمان في الزمالك. احنا النهاردة مع عم حمادة في مزيكة زمان في الزمالك عشان نعرف كل أسرار وكواليس المزيكا ونعرف كل الدنيا اللي انتوا شايفينها دي. الناس اهتمام الناس بالمزيكا، والناس زمان كانت بتسمع المزيكا ازاي زي في الجراموفون او في الشرايط، ونعرف من عم حماده كل كواليس واسرار الشغلانه. ازيك يا عم حماده، عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. سنه سعيده عليك. ربنا يبارك. عم حماده كنت يعني نبدا كده، عايز اعرف من حضرتك الناس لحد النهارده بتيجي تدور على الشرايط وتدور على انها تشغل في الجراموفون. هقول لك حاجه كويسه. الاول كانت الزباين بتاعتنا دايما اللي هي الناس اللي حصرت الحاجات دي. تمام. يعني حد كان بيحب عبد الحليم بيسمعه، بيحب ام كلثوم بيسمعها، يعني الجيل القديم شويه. الجيل القديم شويه. اما دلوقتي لما بقت اجهزه الموبايل فيها نت موجود في ايد كل الناس، صح. بقى الاطفال الصغيرين لما يسمع حته مزيكا وتعجبه يبدا يدور عليه. ده خلى ان يعني 90% من اللي بيدوروا على الحاجات دي دلوقتي اللي هم الشباب الصغيرين. يعني حضرتك بيجي لك شباب صغير اجيال كتير جديده كتير بتيجي تدور على طب ممكن المطرب مثلا القديم عبد الحليم مثلا، ام كلثوم، عبد الوهاب او كده، اللي هو ممكن بتحس ان الجيل الجديد بيدور عليه اكتر. ام كلثوم طبعا لا يعلى عليها كمزيكا ككلمات كصوت. ده حدث مهم في تاريخ البشريه كلها. عاوز اقول لك ان ام كلثوم هي اول شخص في العالم واخر شخص يطلع جواز سفر بنضاره شمس مثلا. صح. يعني دي كانت حاله فريده من نوعها. بس دي عشان خاطر بس ده عشان خاطر ام كلثوم. عشان خاطر ام كلثوم. طب وهو حضرتك عم حماده موجود هنا بقالك زمن ولا؟ انا يعني هنا من شهر ابريل سنه 2000. من ابريل سنه، يعني بقالك 26 سنه. بقالي 26 سنه. ده بعد 26 سنه. طب وحضرتك بيجي مثلا لحضرتك في مره فنان او وكيل اعمال فنان مثلا؟ لا، فنانين كتير جدا بيسالوا على شغلهم ولا يجوا على ايه مثلا؟ لا، اللي بيسال على شغلهم دول اللي هم الكاستنج بتوع السيرفيس بتوع الفيلم نفسه، بتوع العمل نفسه، اللي هم المنسق المناظر، مهندس الديكور، الاكسسواريست، دول اللي بيدوروا على الحاجات دي. اما الفنانين اللي بيجوا عندنا يعني بشكل منفصل مثلا بيبقى بيدور على حاجه بعينها، يعني حاجه تهمه. يعني الله يرحمه. ايوه، ما انا اقصد يعني مثلا ايه، الفنان محمود عبد العزيز مثلا كان بيحب الاوراق جدا، اللي هي المقتنيات الورقيه، اللي هو مثلا حاجه اتكتبت في الجرايد، جوابات جوابات، رسائل، صور قديمه، جرايد قديمه، مجلات قديمه. هو كان بيهتم بالوثائق. معالي زايد برضو كان بتهتم. هو حضرتك عندك اصلا الورق برضو الوثائق؟ في عندي ورق، في عندي جرايد، في عندي يعني ابسط مثلا زي كده مثلا تذكره حفله بتاعت ام كلثوم. دي تذكره حفله كانت زمان حقيقيه يعني. تذكره حفله بتاعت ام كلثوم. فييجوا مثلا هم يعني مثلا ربنا يرحمه محمود عبد العزيز او معالي زايد حابين الذكريات دي فعايزين يعيشوها. فنانين كتير بقى، كتير جدا. لكن حضرتك اللي اما بتقول مثلا صناع العمل بييجوا يدوروا على حاجات اللي هو زي مثلا فيلم الست الاخير. تمام. واخدين منه حاجات واخدين منه حاجات في الفيلم ده. زي ايه مثلا؟ الجراموفون اللي بتغني فيه الست في فيلم الجريمه بتاع احمد عز. فيلم كيرة والجن يتاخد من حضرتك حاجات ايجار طبعا ويرجعوها. الاول كان بيبقى ايجار، بس دلوقتي لما الحاجات بقت تقل يعني كان الاول كان الحاجات نفسها متاحه كتير، فكنا بنأجرها، وبعدين لو حصل فيها مثلا عطله او حاجه بسهوله انها تتصلح. ام كلثوم هرم مصر الرابع، الاسطوانات بتاعتها كتيره جدا، فمهما سحبت منها فبتيجي يعني موجوده. فمثلا السعر يبقى اقل شويه. السعر يبقى اقل شويه. لما تيجي مثلا لفيروز اغاني المسرحيات بتاعتها مش كل الناس بتقبل على اغاني المسرحيات، انما الاغاني الرومانسيه، اغاني الصباح، صباح ومساء، اغاني الحب، دي قليله جدا. في اغاني طبعا لام كلثوم مشهوره وده بيبقى عليها طلب اكتر، زي انت عمري، الف ليله وليله، سيره الحب، امل حياتي. الحاجات دي بتبقى اقل شويه، عليها طلب اكتر. يعني برضو كل ما نظره الحاجه، كل ما الحاجه كانت اقل كل ما سعرها كان اغلى. طب الجراموفون نفسه سعره بيختلف ولا على حسب بقى؟ هنا على حسب امكانيات الجهاز. يعني مثلا امكانيات بقى اللي هي زي ايه، عشان برضو يعني مثلا في جهاز زي اللي شغال ده اللي احنا مشغلين ده جهاز بيك اب بس، جراموفون بس. تمام. في جهاز بيك اب وكاسيت
وراديو. اه ده بيبقى 3 في 1. يشغل لك الراديو مثلا الصبح وكاسيت لو اللي هي شرايط شغل شرايط الكاسيت. ده هيبقى اغلى شويه لان ده امكانياته اكتر. لو في جهاز مثلا فيه يو اس بي، فيه سي دي روم يعني سي دي، ده يبقى امكانياته اعلى. هو اصلا احنا في مصر بنصنع ولا احنا بنستورد؟ لا، في مثلا زي اللي شغال ده مصري، ده اسمه صوت القاهره. طب شركه صوت القاهره مشهوره قوي يعني. وده من اقوى الاصوات. ما شاء الله حلو. يعني كصوت كميكانيكا كديكور. في ناس لحد دلوقتي عندها مثلا جراموفون تشغل. ايوه، لحد النهارده حد بعت لي جهازين صلحتهم وبعت حد خدهم. يعني الموضوع برضو الناس مهتمه لسه كتير. واللي بعت لي الجراموفون ده يعني هو عنده بقاله كتير ومركون. ابنه الصغير لما بقى يسمع مزيكا ويدور على الحاجات دي ويعرف انها تشتغل على اسطوانات، فطلب منه هو عاوز يصلح ده عشان عاوز يجيب اسطوانات. فيعني الشاب الصغير هو اللي طلب كده. هو اصلا اتشد للموضوع. طب هو ليه مثلا، يعني انا لما بشوف في الاماكن كلها بيبقى كله قديم، يعني او ما بيبقاش فيه في الجراموفون اغاني جديده؟ يعني في اغاني جديده، يعني في لعمرو دياب، في لانغام، في لمحمد منير، في هنا مثلا في. طب واحنا ممكن نشغلها نجربها؟ عمرو دياب. وحضرتك اصلا قبل الشغل ده بقى كان ايه شغلك؟ اشتغلت محاسب فتره بس 4 سنين. ما شاء الله. بس برضو موضوع التصليح الحاجات دي ده يعني حبه. ده بدايه شغلي في الموضوع ده، اللي هي الحاجات الالكترونيه، الحاجات تظبيط الاجهزه دي. أيوة. وبعد كده الموضوع بقى تجاره. طب وانت يا عم حماده، يعني لما انت مثلا بتبقى رايق كده وعايز تسمع حاجه انت حاببها، مين بقى اللي انا حاسك بتحب ام كلثوم قوي يعني. طبعا من كلامك. طبعا لازم ام كلثوم، فيروز، عبد الحليم حافظ. في بقى في الاصوات الجديده عمرو دياب، محمد منير، دول بس طبعا. انت بتميل اكتر للاجيال القديمه يعني. يعني انا بميل اكتر من الموسيقى الجاز. اللي هي الحاجات اللي فيها براس آلات نفس. دي اكتر حاجه بتشدني كموسيقى بس. فهمت يعني. هو حضرتك اصلا انا يعني ملاحظ من كلام حضرتك ان حضرتك فاهم كمان في الموسيقى. فاهم في الموسيقى. لا مش بتسمع كمستمع بس. فاهم في الموسيقى من خلال شغلي مع راجل موسيقي. يعني ده كان بيلعب مزيكا اصلا مع عبد الحليم حافظ. يعني هو كمان طالع معاه في اغنيه جبار في فيلم معبود الجماهير. فهو انا اشتغلت معاه فتره كبيره. هو لسه متوفي من 2 سنين. ربنا يرحمه يا رب. كان هو طول ما هو قاعد بيحكي لي بقى قصص عن الكواليس اللي بتحصل مع المطربين، مع الفنانين في الحفلات، في المراسم، المحافل، الحاجات اللي زي كده. فانت شربت منه طبعا كتير. وده يفرق كتير قوي كمان طبعا. في الشغل. يخلي مثلا لو حد جه يتكلم معاك، يعني حد مثلا عايز واحد فاهم موسيقى مثلا فجاي بيدور على حاجه معينه، انت مش هتتعب وانت هقول لك مثلا على حاجه صغيره. اتفضل. في هنا اغنيه اسمها القلب يعشق كل جميل بتاعت ام كلثوم. كاتب كلمات الاغنيه دي شاعر اسمه بيرام التونسي. بيرام التونسي وهو بيحج حاجه كده لمست قلبه فكتب كلمات الاغنيه دي. اي واحد ليه هفوات وليه زلات في حياته، لما حاجه كده لمست قلبه هي اغنيه دينيه. لما جه عرض على الست ام كلثوم وحبت تعمل فيها تعديلات فرفض، قال لها ان هو عاوز الكلمات زي ما هي من غير ما نغير حاجه. فركنت الكلمات عندها 6 سنين. يعني القصيده دي سابتها عندها 6 سنين لحد ما توفى بيرام التونسي. افتكرت ان هي كانت شاريه منه كلمات اغنيه فوكاله اللحن بتاعها لرياض السنباطي. وكانت طالبه منه لحن شرقي لان الكلمات دينيه ما غيرتش فيها حاجه. تمام. بس عايزه تغير اللحن، يعني قصدي عايزه تخلي اللحن شرقي يعني. فلحنوا على العود. السولو الاساسي في اللحن العود. حلو. لو شلت العود من الاوركسترا اللي بيعزف ورا ام كلثوم هتحس ان هي فاضيه يعني. لما عملت الاغنيه دي عاوز اقول لك ان هزت ناس كتير. لما تسمع كلمات الاغنيه دي تحس ان هي كلمات واحد تايب. يعني ان بيرام التونسي توفى بعدها ب6 سنين، فدي كانت لفته كويسه قوي في حياته. صح طبعا. صح. في قصص بقى كتير من كده لما نيجي نتكلم على اغنيه غدا القاك. وهي حاجه كويسه منها برضو ان هي غنت الاغنيه يعني. كلمات غدا القاك كاتب كلماتها شاعر اسمه الهادي ادم، شاعر سوداني. ام كلثوم بتزور السودان فلقت الشعب مرحب بيها قوي، عاملين لها يفط في الشارع وبتاع، فطلبت منهم انها تغني كلمات اغنيه من كلمات شاعر سوداني. فناس كتير بعتوا لها كلمات اغنيه لحد ما حد بعت لها كلمات الاغنيه بتاعت غدا القاك. قرأت الكلمات عجبتها فسالته انت عاوز ايه مقابل الكلمات دي؟ قال لها نفسي احضر حفله لام كلثوم. بس كده. مش عايز فلوس. ايوه. ده ام كلثوم. احنا بنتكلم على ام كلثوم. حجزت له اوتيل 3 ايام وكرسيين في الصف الاول في الحفله بتاعتها. جه حضر الحفله وكتب تنازل على الكلمات ورجع. لما اي حد يسمع الموقف ده مثلا هتشده كلمات الاغنيه. صح. يعني هيبدا يتاثر. لما هحكي لك قصه عن القلب يعشق كل جميل هتشدك الكلمات، هتبقى انت عاوز تسمعها. صح.
القصص دي بقى دي تفرق كتير قوي. البيع بغض النظر عن البيع، انت أقصد عندك خلفيه عن الحاجه اللي انت بتشتغل فيها. صح. انت فاهمها. أيوة. هي الموضوع مش تجاره بس، ما خلاص ما انا كده كده بشتغل كده كده ببيع واشتري عادي. انما لما اكون فاهم في حاجه، لو ولنفرض ان زبون مثلا جاي عاوز الاغنيه دي، لما انا احكي له مثلا الموقف بتاع القلب يشاء كل جميل، او موقف بتاع غدا السوداني، الشعر السوداني كده. هيفضل الثانيه. صح. ده يبين كتير قوي ان انت فاهم في انت بتعمل ايه. صح. ما اللي هو يعني مش اللي هو خد، مش انا عايز اشتري حاجه خد وخلاص شكرا، لا، نعمل من الموضوع قصه. طب يا عم محمد، انا والله يعني انا مبسوط ان انا بتكلم معاك وانا مستمتع. ربنا يبارك. وبصراحه يعني انا بحب عمرو دياب، فبرضه ده حاجه وخلاني عايز اقف اكتر. انت اصلا يا محمد من هنا من القاهره؟ يعني انا من القاهره، بس اصلا من المنوفيه يعني. اهلي ساكن فين بقى، في الزمالك برضه؟ لا، ساكن في شبرا. في شبرا؟ لا احسن ناس. ربنا يبارك. وعندك متجوز بقى ومخلف؟ طبعا. عندك كام عيل؟ عندي 3. عاوز اقول لك ان هم بيحبوا المزيكا برضه يعني. ربنا يخليهم. افتكر ان في حد كنت بشتري منه اسطوانات، جايب لي اسطوانه فانا مش عارف الاسم لان مرسوم عليها الصوره بس، فبساله مين دي، قال لي بيلي ايليش. بقول له بيلي ايليش دي ساكنه عندي في البيت. لا، هي بنتي طول الوقت بتتكلم على بيلي ايليش. يعني كانت لابسه خياره. انت معتبرها ساكنه معاك في البيت؟ لا، انا بسمع الاسم على طول، بس انا ما اعرفش ان بيلي ايليش دي بتغني. لما بنتي كانت في 6 ابتدائي، لما عرفت ان انا جبت اسطوانه لبيلي ايليش، غابت من المدرسه وجت عشان تسمعها. يعني انا اقصد ان من حبها في الموضوع. طب ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك وتشوفهم احسن ناس في الدنيا. ربنا يبارك لك. عم محمد، اخر حاجه بس قبل ما نمشي، لو حضرتك عندك يعني مثلا لو حد طلب CD او كده، توصيل ولا لا؟ في ده وفي ده. في توصيل. هقول يعني هي المواضيع بقت سهله دلوقتي. انا فاهم. انا ما عشان كده يعني لو يبقى اسهل شويه. ايوه يعني احنا يعني انا بتعامل بالشكل ده دلوقتي. لو هو في مكان قريب انا بوصله له، لو في مكان مثلا بعيد، لو في مكان بعيد ببعت له العنوان، بيبعت لي الحساب مثلا على التحويل، وهو بيسجل اوبر او كريم، وبيجي ياخد له الحاجه بعد الساعه بتبقى عنده. تمام. يعني هو الموضوع عادي، الموضوع سهل. معلش يا عم محمد، هتقول للكاميرا بس رقم تليفون المحل، عشان لو حد حب ان هو ان شاء الله هو ظاهر هنا في الصوره، يبقى باين اكتر من ان انا اقوله. ماشي. هو عموما 012 276 820 49، محل مزيكا زمان. شكرا يا عم محمد. انا مبسوط بالوقت اللي انا قعدته معاك والله، والقصتين اللي سمعتهم عن ام كلثوم دول، وبالاغاني اللي سمعناها برضه. في قصص كتير، لو انت عندك وقت احكي المره الجايه، احكي لك قصص تاني. خلاص اتفقنا. انا مبسوط والله، وان شاء الله يعني ربنا يوفق حضرتك خير ان شاء الله، واولادك كلهم. وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. ربنا يخلي حضرتك. النهارده في مزيكة زمان في الزمالك مع عم حماده، اللي سمعنا فيها قصص كتير وحكايات كتير. لو عجبتك الحلقه ما تنساناش بقى بلايك، شير وسبسكرايب، واكتب لي تحت في الكومنتات مين اكتر مطرب انت بتحب تسمعه.